ازاي تعرف ان ايميلك الشخصي متهاك وتعمل ايه لو لا قدر الله الايميل ده طلع متسرب؟ في الفيديو ده انا هقول لك باختصار ازاي تعرف الايميل بتاعك متسرب ولا لا، وازاي تحمي نفسك لو طلع متسرب لا قدر الله. معنى الكلام اللي بقوله لك ان الايميل بتاعك متسرب سواء على الدارك ويب، وده غالبا بيكون بسبب ان انت سجلت على مواقع مش تراست، مواقع بقى بتستغل ان انت تاخد الايميل بتاعك ده وتبيعه لشركات الماركتنج والكلام ده، او انه حصل داتا ليك في اي شركه انت كنت مسجل بياناتك عندها، وده على فكره وارد جدا في عالم الشركات، وياما شركات كبيره جدا حصل من عندها تسريبات. اول حاجه هنعملها هنفتح موقع اسمه دارك انتري، والتشيك ده يعني تقدر تعمله على كذا موقع، ولكن انا قلت ننفع ابن بلدي. اول ما تفتح الموقع هتلاقي دي الواجهه اللي ظاهره قدام، بتبدا انك تكتب الايميل بتاعك في البوكس ده، ويبدا ان هو يحمل شويه ويبدا يشوف هل الايميل بتاعك موجود في الداتابيز عندهم ولا لا. طيب هيظهر لك نتيجه من الاثنين، النتيجه الاولى دي معناها ان انت ايميلك خلاص زي الفل وانت في الامان، اما النتيجه الثانيه دي فمعناها للاسف ان انت الايميل وممكن الباسورد بتوعك متسربين. وما تخافش، انا كده كده هقول لك ازاي تحمي نفسك لو اي حاجه من دول متسربه. طب لو الباسورد بتاعك طلع هو اللي متسرب، ففي الفيديو اللي موجود تحت في الكابشن او اللي قدامك ده هتعرف ازاي الباسورد بتاعك بيتسرب، وازاي تتاكد ان هو مش متسرب، وكمان ازاي تحمي نفسك وتعمل باسورد قوي، وده برضو اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي بقول لك عليه، شوفوا بعد ما تشوف الفيديو. طيب ازاي بقى لو الايميل بتاعنا متسرب ان احنا نحمي نفسنا؟ يعني دلوقتي اعتقد لو معاهم الايميل فهم سهل جدا ان هم بعد كده يعرفوا الباسورد، ممكن تكون غلطه منك مش شطاره منهم هم خالص. الحل ببساطه هو التو فاكتور اوثنتيكيشن، وده برضو عملنا عنه فيديو بالتفصيل هتلاقيه موجود تحت في الكابشن. وبس كده، يا رب تكون استفدت. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وفولو. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.